محمس كتير لهي التجربة اللي بدي خوضها بحياتي. يا هلا يا هلا. كيف الحماس اليوم لذا فويس كيدز، التحضيرات وهيك الانرجي اللي رح تعطيها؟ في شوية توتر بس محمس كتير لهي التجربة اللي بدي خوضها بحياتي. أكيد إنه حتكون محورية للفترة الجاية. قديه رح يكون الشام يعني متعاطف مع الأولاد، وقديه رح يكون عن جد هيك حكيم باختيار الأصوات؟ اليوم نحن عم نتعاطى مع طفل وهيك شعور لطيف. أكيد حنبني على أساس موسيقي، على أساس صحي، بس يعني حنكون عم نتعامل بالقلب والروح أكتر مع بالنسبة لإلي يعني. يا جماعة مدربين ذا فويس كيدز وصلوا، امشوا بسرعة امشوا بسرعة، يلا وصلوا الكوتشز. بالدورات السابقة من ذا فويس كيدز شفنا تامر حسني إلى جانب العديد من النجوم. وليش حيان تامر؟ لأنه بعرفك صديق قريب منه. كنت تتابعه أنت لتامر؟ كنت تابع لما كان أكيد تامر حسني كوتش. كنت يعني بيوم من الأيام حلم إني واقف على هذا المسرح. هحكي لكم قصة كتير حلوة فيما بعد عن هذا البرنامج. خبرني الخبرية بعدين. لكن ايه حخبرك إلك الخبرية بعدين. وعد. رح نختار أجمل الأصوات ونغلب المدربين التانيين، والرب يبارك بالجميع.